كتير من جماهير النادي الاهلي بتسال عن اسباب ان كابتن محمد الشناوي ما بيمدش ايده في الكرات اللي بتجيله، سواء الكرات الارضيه او حتى الكرات العاليه. كلنا تابعنا كابتن محمد الشناوي خلال الفتره اللي فاتت، اهداف كتير بيتم احرازها في مرماه بسبب ان هو ما بيفردش ايده. كلنا عارفين ان كابتن محمد الشناوي اصيب بخلع في مفصل الكتف في مباراه مصر وكاب فيردي في دور المجموعات ببطوله كاس افريقيا 2024. وبعد المباراه دي كان محتاج لفتره لا تقل من 5 ل 6 اشهر عشان يقدر ان هو يتعالج ويتعافى تماما من الاصابه في خلع الكتف، خصوصا ان اصابه زي دي وهو حارس مرمى الموضوع مش سهل. لكن بسبب ان كابتن محمد الشناوي يعني استعجل في التأهيل، عمل العملية في الكتف، عمل عملية خلع الكتف واستعجل في التأهيل، حب ان هو يرجع في اسرع وقت عشان يقدر ان هو يرجع لمكانه تاني كحارس مرمى اساسي للنادي الاهلي. قعد بالظبط ما يقرب من 3 شهور ونص، 3 شهور ونص بدلا من انه يقعد من 5 ل 6 اشهر. وكانت النتيجة ان حصل له تشنجات عضلية في الكتف اثرت بشكل كبير جدا جدا على مستواه. عشان كده ما بنشوفوش ان هو بيفرد دراعه، لانه لو فرد دراعه هتتكرر الاصابه مره ثانيه وهيحصل له خلع ثاني في مفصل الكتف، وممكن كمان يحصل له مضاعفات ويوصل الموضوع لالتهابات في اوتار الكتف، والاصابه وقتها هتطول وهتبقى مدتها اطول. طبعا كابتن محمد الشناوي للاسف بسبب استعجاله خسر كتير، وبقى دلوقتي عبء وعائق على النادي الاهلي وعلى جماهيره. محتاج ايه كابتن محمد الشناوي؟ محتاج ان هو يريح الفتره اللي جايه، محتاج ان هو يعمل تدريبات كتير تاهيليه، محتاج ان هو يقدر ياخد تمارين اطاله اكتر لكتفه، وغير طبعا بعض الاساليب العلاجيه البسيطه. حاجات كتير تقدر ان هو الفتره اللي جايه محتاج ان هو يريح، محتاج ان هو يقدر يعمل الحاجات دي كلها علشان يقدر يرجع سليم معافى مره ثانيه، والا هيفقد مكانه بشكل كبير. طبعا بنتمنى له طبعا التوفيق كابتن محمد الشناوي، وبنتمنى النادي الاهلي التوفيق، لكن دي اطلاله بسيطه عشان نقدر نوضح للناس كلها ليه كابتن محمد الشناوي ما بيفرقش.